السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما روع ساكنة مركز جماعة سويهلة خلال اليومين الماضيين بشجاراته العنيفة، تمكنت مصالح الدرك الملكي بسعادة صبيحة يومه السبت 29 أبريل من وضع حد للسلوكات الإجرامية لمروج محيا موضوع مذكرة بحث من أجل التجار في الخمور تقليدية الصنع. وتمكنت عناصر الدرك الملكي من اعتقال المعني بالأمر داخل وكر دوار حكاكمة بجماعة سويهلة، وذلك ساعات بعد إفلاته من مطاردة الدرك مستغلا معرفته بتضاريس المنطقة وضيعاتها، علما أن مصالح الدرك الملكي وجدت بحوزته حقيبتين تجمعان كل حاجيته وملابسه، حيث كان يستعد للهرب إلى شمال المملكة بعد شيوع خبر ترويعه للجماعة وذبحه لكلب خلال خلاف مع أحد زبنائه. وكان مركز جماعة سويهلة بمراكش قد اهتز عشية أول أمس الخميس 27 أبريل وصبيحة أمس الجمعة على وقع مناوشات وأحداث عنيفة بين بائع الخمور تقليدية الصنع محيا وأحد زبنائه، ما روع ساكنة الجماعة غير بعيد عن مقر المجلس الجماعي والسوق. وحسب شهود عيان فإن الزبون المفترض اختلف مع بائع المحيا وتبادل الضرب والجرح قبل أن يعمد الزبون رغبة منه في الانتقام بالعودة لاحقا مرفوقا بكلب شرس، إلا أن القراب تمكن من السيطرة على الكلب وقام بذبحه أمام أنظار الجميع ليرد صاحب الكلب بإحراق دراجة نارية في ملكية غريمه. وتضيف المصادر أن المناوشات بين الطرفين تجددت صباح أمس الجمعة وسط حالة من الرعب عاشها المواطنون في الجوار، خصوصا في ظل تجدد مظاهر إجرامية من هذا القبيل، وذلك قبل تدخل مصالح الدرك التي أنهت مغامراته الإجرامية.